يا اهلا وسهلا في الجزء الثاني من الريفيوز عن المنتجات المصرية اللي جبتها واللي استعملتها واللي عايزة افكر نفسي بيها، ايه اللي انا اعيده ايه اللي انا ما اعيدوش، عشان انا من الناس اللي ممكن تعيد برودكت ما عجبهاش بس لمجرد ان هي نسيت. فانا من حين لاخر بقيت بسجل فويسز لحاجات عايزة افتكرها، وكمان ممكن اعمل فيديوهات ممكن حد يستفيد وبرضو انا استفيد وكده، يعني ما فيش منها ضرر ان شاء الله. يعني اتمنى انه ما يبقاش فيه منها ضرر خالص. اوكي، النهارده هتكلم عن منتجات الشعر. انا في الفيديو اللي فات قلت انا مش بقتنع قوي من منتجات ايفا. انا اسفه جدا، العيب ممكن يكون فيا انا مش في المنتجات خالص، لانه في ناس بتدي ريفيوهات عاليه، انا مش اشتغلتش معايا المنتجات بتاعتهم. ده واحد من الكريمات اللي كان واخد ريفيوهات كويسه وجبته، بس ما اشتغلش معايا انا، اشتغل مع بنتي وهي بتحبه وشعرها كيرلي وبتحب تحطه بعد ما بتاخد الشاور بتاعها. ده هعيده لبنتي. كانت جات لها فتره كان بتحب تحط جل، وده برضو كنت لاقياه كان سعره كويس جدا واستعملت جزء لا بأس منه. يعني بعد كده قررت انه بس كنت اوريدي جبت لها ده بصراحه ما استعملتهوش هي ولا مره، لسه جديد. بس يعني ممكن لو ابني حب يحط جل ممكن نبقى نجرب ده، بس ده ما اشتكتش منه وكان سعره حاجه بسيطه بصراحه لو انا فاكره. يعني الجل ده هعيده لو هي طلبته، او ممكن اجرب ده على ابني واشوف اذا حبه ولا لا، لان هو شعره كيرلي برضه. بس انا ما بحبش الجل لانه يعني ما بحبش انه حاجه تنشف الشعر او يعني تاثر عليه، فما اعرفش بصراحه. نبقى نشوف موضوع الجل ده، نسيبه لهم هم يقرروا. ده ما اشتغلش مع اي حد فينا خالص. يعني انا كنت معجبه بفكره ان هو كريم وفي نفس الوقت ضد القشره بس بينشف الشعر. فده مش هيتعاد، مش هنعيده، ما اشتغلش مع اي حد. بعدين الكونسيستنسي بتاعته تقيله قوي وريحته مش عارفه، بتفكرني بريحه بتاعت شعرنا زمان واحنا في المدرسه. I don't know. ده لا، ده ما يتعدش لا ريحه ولا ملمسا ولا افكت. وده كمان نفس الحكايه. انا جبت اكتر من نوع كريم للشعر، قلت يعني خليني اجرب اكتر من برودكت واكتر من براند عشان اشوف رايهم فيه. ده ريحته حلوه معقول، بس برضو ما اشتغلش لا معايا ولا مع ابني ولا مع بنتي. ف I don't know. يعني مش عارفه بصراحه، مش هعيده. انا اي حاجه عدت عليها كذا شهر من ساعه ما فتحناها واستعملناها وما حسيتش انه بيتاخد منها كميه، معنى كده انه مش جو خالص. لا، ده وانا في مصر كنت بتفرج على فيديوهات وطلع لي انه اكتر من واحده كانت بترشحه وجبته، بس ما اداش الافكتس اللي هما بيقولوا عليه، النعومه والانسياب وكده ريحته جميله حقيقي، ريحته حلوه، ريحته جميله قوي، بس ما الافكت بتاعه برضه نشف لي شعري. فمش عارفه يعني، مش هعيده، مش هيتعاد. بس ده برضو حريه شخصيه. يعني انا بدي الريفيوز بتاعت الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش عشان افكر نفسي بيها. وده واحد برضو من الكريمات يعني ما نشفش الشعر قوي عشان ابقى واضحه، بس ريحته ما كنتش بطيء ريحته على شعرهم بصراحه. يعني برضو ريحته شبه ريحه الكريم ده، في ريحه كده بتبقى في الشعر مش حلوه. يعني لو الواحد شمها يحس انه لا لازم اقوم اخد شاور تاني. يعني ايه الفايده ان انا اخد شاور واحط كريم ويخلي ريحه شعري محتاج شاور؟ فنو، ده مش هيتعاد. لا. ده اللي عجبني فيه لما جيت اشتريه، انه بالبلاك جارليك اويل ومكتوب انتي لاس وكده. معلش على صوت العربيات اللي بره، اسفين جدا على الازعاج. بس من بوبانا. وبوبانا انا كنت مجربه منها قبل كده سكراب
اعتقد، وماسك والفيس ماسك، وكان حلو قوي. فانا قلت اديله. هو ما عملش حاجه، عادي، شعري بيقع يعني، هو تقريبا خلص. فده مش هعيده، ما عملش اي افكت. سو كده خلصنا حاجات الشعر اللي تحت ايدينا دلوقتي. في حاجات اترمت، ربنا بقى يعوض علينا، لو رجعنا نشتريهم تاني يبقى نفتكرهم بقى ساعتها. السكرابس ده كنت جايباه للوش، بس انا بصراحه تحسس وشي منه. اعتقد ان الحبيبات اللي فيه ما اشتغلتش يعني مع بشرتي، فانا بقيت بستخدمه للجسم مش للبشر. حسيته very tough للبشر بصراحه، بس برضو ايفا سبحان الله. فبقيت بستخدمه للاندر ارمز، للركب، للكواع، وش الرجل كده يعني، بس مش للبشرة. حسيته الحبيبات اللي فيه طف بصراحة. ف يعني مش هكرره انا، بس استحراما كده كده سكراب في الشاور، ف I used it، بس مش هعيده. ما الافكت بتاعه مش قوي بصراحة. ده اللي انا مش فاهماه، يعني انا مش فاهماه. هو ده المفروض ان هو ده مقشر، يعني من انواع السكرابس، بس هو مش بيعمل سكرابينج، هو بحس انه بيرطب. هو ممكن يكون مثلا ترطيب فيا السكراب، لانه it's very mild يعني. حتى الحبيبات اللي فيه تكاد لا تذكر، يعني تحس انه كريم اكتر من مفيش اصلا. هو ريحته جميله جدا، وبعدين زيتي يعني مش عارفه باين ولا لا، هو ملمسه زي الزيتي. لما بنعمل سكراب انا بستخدمه في الشاور لايديا، بس بحس انه بيسيبها رطبه which is good، يعني انا مش بشتكي، بس مش هتحس ان انت بتعملي سكراب. فيمكن هو ده فايدته، انه بيعمل مايلد سكراب للايد. صح والله، اهو انه يلطف الجلد الجاف. هو ايه اللي على ايدي ده؟ ده ميه شكله. ويترك طبقة مرطبة ليمنح اليدين النضارة والنعومة. هو فعلا حقيقي يعني، حقيقي. ايه ده ايفا، ايه ده انت عجبتني يا ايفا. ده حلو بصراحة، مش بيعور الايد وكده. وبعدين بعد ما بتغسلوه بتحسوا ان ايديكوا طرية، بيصير كأنه كريم يعني، سكراب وكريم في نفس الوقت، وريحته حلوة. I like it. وساعات بستخدمه عشان ابقى يعني صادقة، ده هعيده عشان بستخدمه كمان للارم بيتس، الاندر ارم. حلو لانه السكراب بتاعه خفيف ما بيجروحش، فده حلو. دول ده بحبه. ويمكن ايمان بنقطه الترمس، لانه ما ادانيش افكت ولا تفتيح ولا حاجه، وعادي زي اخوه ده. بس ده انا ما حبيتوش، ما اعرفش ريحته مش لذيذه، ما يعني مش عارف، مش مقتنعه، مع انه هو بس انا لو الاثنين متاحين هعيد الابو ترمس، لان ده تاني علبه ليا. انا بحب الترمس، كلمه الترمس بترفع لي معنوياتي. ده هيتعيد. كسعرا حلو قوي، وكافكت لانه السكراب حلو، انه قبل الشيفنج كده الانسان يعمل سكراب يعني. فده سعره حلو، الافكت بتاعه حلو، وبالترمس يعني اكيد مش هيضر ان شاء الله يعني. بتاع ده الافوفا سكراب ده بالفانيلا مارشميلو. انا لفت نظري فانيلا مارشميلو لان انا بنتي عاشقة اي حاجه ليها ريحه الفانيلا، فدي انا كنت جايبه لها هي. بس ريحته ريحته زبادي يعني، ريحته زبادي بالعسل، ما ملوش دعوه بالفانيلا ولا بالمارشميلو. زبادي بالعسل. وبما ان هي يعني ما استعملتوش ده كده داخلين على قد ايه؟ ممكن يكون داخلين على 6 شهور، وهي دي بس اللي مستخدماه. معنى كده انه ما عجبهاش. هو بصراحه ريحته مش لذيذه ابدا، ريحته زبادي بالعسل، وقشط اطفال شويه، ما مش عارف، ما يتعدش. ميزه بتاع الترمس ده انه تقريبا ريحته ليمون، ريحته فريش كده يعني، الواحد يعمل سكراب وهو فريش، مش ريحه زبادي. او يمكن ده برضو حاجه برضو شخصيه، انا ما بحبش ريحه الزبادي بالعاده، ما بحبش ريحه الزبادي. فالسكرابس هنصفصف على ده للجسم، وهنصفصف على ده للايد. اوكي تمام. دول
خلاص. يبقى احنا هنا من كل البرودكتس ديت هنعيد ال3 دول، ده للشعر وده للايد وده للجسم. غير كده ثانك يو سو ماتش، مش هنعيد حاجه من دول. حلو كده، تمام تمام. دي المخمريه. الحلو فيها ان كان برضو سعرها حلو قوي وبنتي حبتها. ريحتها جميله، ريحتها حلوه، ريحتها حلوه وسعرها حلو وباين عليها ان هي ما شاء الله حبتها. دي هتتعاد. انا احب الحاجه الافوردبل اللي سعرها مش غالي ويبقى ليها افكت او تدي نتيجه، يعني حتى لو نتيجه وقتيه صغيره، يعني ممكن مثلا تدي ريحه للجسم ساعه ولا ساعتين، اتس فاين، لانه اتس افوردبل، سو ممكن الانسان يستعملها كتير او يحط منها كميه. ده من بوبانا، كنت جايباه للتفتيح، ماسك للتفتيح. يا الله عليك. بس ما اداش اي افكت، بس يعني بنتي مستحرمه ترميه لانه هي بتحب الماسكات، ما اداش اي افكت خالص. يعني حطيتيه ما حطيتيهوش مالوش اي افكت، فهعيده لا مش هيتعاد لانه مالوش اي افكت. ممكن الواحد يعمل اي ماسك او يجيب اي ماسك احسن من ده، بس مش هنرميه، هنستعمله لغايه ما يخلص، بس ده مش هيتعاد. ده بحبه جدا، بوبانا بتاع السان سكرين ده. ده حلو قوي، كلنا حبيناه، ما بيقشرش، ما بيجليطش، ما بيعمل عرق، بتقدري تفرديه بسهوله قوي، ما بيزيتش. جبت منه ده، بس ده انا ما حبيتهوش بصراحه. التنتد افتكرت ان انا ممكن استخدمه مثلا ككونسيلر، بس انا مش فاكره بصراحه اذا كان اللي انا فاكراه انه اوبس حتى بدا يطلع ميه. anyway not good. خلينا نمسح الحته دي. اوكي، يمكن نرجه ايه، مش عارفه والله اذا في منه درجات ولا هو كان درجه واحده بس غامق قوي 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 على الوش، وده بيجلط، يعني ده بيغير I don't know، مش حلو. ده مش هيتعاد، غير اللي هو العادي اللي من غير كولر دوت. ده حلو بصراحه، يعني انا وبناتي بنحبه. ده جميل، وبصوا بيدهن بسهوله جدا، ملوش اي خالص اي اثر. ده اكيد فور شور هيتعاد. this I love بصراحه. وكان برضو مقارنه باسعار الحاجات البراندز لا كويس قوي، سعره معقول جدا، الافكت بتاعه حلو قوي. ده فور شور هسافر هجيبه، هطلب من اختي تبعته. ده يتعاد صديقي. ده ملوش اي 60 لازمه برضو، ما بيعملش اي حاجه. استخدمته على الوش، استخدمته على الاندر ارمز، استخدمته على السنسيتيف اريا، استخدمته واديته حقه بصراحه، بس ما بيعملش اي حاجه، ولا وايتنينج ولا يعني فيدنج، حتى انتي براون سبوتس فور ان ايفن تونed سكين سنسيتيف ارياز، ما فيش، ما بيعملش اي حاجه. برضو قولوا لي رايكم، هل انتوا جربتوه؟ هل ادى افكت؟ يمكن الجسم يفرق يعني. ده مره اختي جابته لنا من ماي واي. ده برضو ايه ده، ما حطيتوش مع السكرابس، بس بنتي حبته قوي. ريحته فريش قوي قوي قوي، ريحته ياسمين، ريحته فل، ريحته فلاوري كده. مش عارفه، بس هو حلو يعني، خفيف. الحبيبات اللي فيه برضو الميزه بتاعته ان هو خفيف، ما الحبيبات اللي فيه مش جامده. ده يتعاد. ده يتعاد لانه كان سعره اعتقد برضو حنين، وسكراب حلو وريحته حلوه. انا ما احبش الحاجه اللي ريحتها مش حلوه، يعني اذا انا كده داخله اخد شاور، فليه ما استخدمش منتجات تبقى ريحتها حلوه عشان اطلع من الشاور ريحتي حلوه، ابقى فريش. ده يتعاد
ده يتعاد. دول لو فضلت احكي عنهم من هنا لبكره مش هوفيهم حقهم. ما اعرفش البرينز بصراحه، انا كنت مستخدمه واحد تاني غير ده، مش قادره اقرا. لوتس سامثينج، مش عارفه بصراحه. هو زيت الورد، اعتقد كنت جايبه انا كنت جايبه الماركه دي بتاعت زيت الورد، بس خلص لانه بستخدم زيت الورد اكتر من الميكس بتاع زيت الورد مع زيت اللوز المور. زيت الورد الحلو فيه انه ممكن تحطيه على قطنه البيور، طبعا زيت الورد البيور، وما شاء الله في مصر يعني 100 شركه وشركه، حتى عند العطار. انا فاكره ان انا اشتريت ده من العطار اللي تحت البيت ده، والورد برضو حلو قوي. ان انتم ما شاء الله يعني في مصر الواحد بيوصل للزيوت ديت بسهوله، ربنا يديمها نعمه يعني بصراحه. زيت الورد انا بحبه لانه كان عندي منطقه سمراء، وكنت بس بعد كل شاور بدهنه كده، بدهن المنطقه ديت بصباعي عليها، ويعني مثلا I would say انه 80% من الداركنس راحت. وبعدين الحلو ان انتم ممكن تحطوا زيت الورد ميكس مع زيت اللوز المر، وتمسحوا بيها مثلا ممكن تمسحوا بيها الاندر ارمز، ممكن تمسحوا بيها السنسيتيف اريا، ممكن تمسحوا بيها ورا الودان، ممكن تمسحوا بيها رقبتكم من ورا. يعني حلوة قوي قوي قوي. انا لو فضلت اقول على ميزات زيت الورد مش هنخلص. زيت الورد رهيب يعني، حتى ريحته ريحته جميله، ما الواحد ما يقرفش منه. الكومبو ده كل ما ان شاء الله هنزل او يجي لي فرصه، لانه الزيوت ديت بتاعتنا احنا صعب ان انا اوصل لها هنا بسهوله او ابقى واثقه فيها يعني. ده كنت طالباه مش عارفه من نون ولا من جوميا لبنتي، لانه هي بتحب اي حاجه يارا. وده قالت لي ماما ده جميل جدا لانه هو جليتري، لوشن بريحه يارا وجليتري يعني. مش عارفه باين ولا لا يعني، بيليف كده جليتر. هي بتحب انه بتحط على جسمها، ريحته حلوه بس الريحه مش قويه يعني. هي الافكت بتاعه، هي بتحب الافكت بتاعه اللي هو الجليتري ده. فده كنت طالباه من جوميا او نون وانا في مصر، مش فاكره بصراحه يعني. هو ده البراند، ايميليا ويارا. ريحته خفيفه قوي بس الجليتر افكت بتاعه لذيذ قوي بصراحه يعني. مش عارفه ازاي الواحد بيبين الجليتر. فده يتعاد يتعاد لان هي حبيته قوي. دوت بقى من ايفون، ده اختي كانت بعتهولي. ده بحبه مش على قد ما انه بيرطب، لانه ترطيبه عادي، ما مش هقول واو يعني، عادي، لوشن، بادي لوشن. انا بقى بحبه ليه؟ بحب لانه ريحته ريحه النظافه، ريحه ان انتي ايه ده، الله ده انا رقيقه في نفسي جدا وريحتي نظافه كده وفريش. مش هقول ان هو بيخلي ريحه، قصدي الجسم ناعم وطري وواو في الترطيب، لا ترطيبه عادي جدا. بس ريحته حلو. انا بالنسبه لي ريحته نظافه، ريحته حلوه، ريحته انه انا لسه واخده شاور. بس ده ريحه نظافه يتعاد لانه من حين لاخر ببقى بحب احط الريحه دي بتاعت ريحه النظافه. ده جربته، ده رهيب يعني، تقريبا خلص. ده ابو عرفه، لا قصدي ابو عرفه مين؟ حاج عرفه دوت اللي هو بزيت العود والفانيلا. يا سلام. مش هقول برضو ترطيبه عالي، ترطيبه حلو بس مش عالي يعني، مش للبشره الجافه. ده مش هيرطب قوي يعني. ممكن تكونوا حاطين حاجه من غير مثلا في من ده حلو جدا برضو، بس في منه من غير ريحه، ممكن تحطوا من ده للترطيب وده للريحه. ده ريحته فعلا عود، ريحته حاجه عربي، ريحته جميله قوي. ريحته حلوه قوي. وبعدين اتفرجت على ريفيوهات كتيره. منتجات حاجه عرفه ده، احنا لينا لقاء تاني حاجه عرفه، لينا لقاء تاني، لانه انا اتفرجت على ريفيوهات لك حاجات كتيره عندك حضرتك وانا عجبتني. ده 100%. انا بحب الحاجات اللي ريحتها عربي خفيف كده، ما بحبش ريحه العود الجامده. ده ريحته عود حلو خفيفه. ده تقريبا شربته بنتي لانه ريحته فانيلا، ريحته جميله وبيرطب بصراحه، بيرطب. ده هيتعاد 100%، ده يتعاد يعني. وبعدين مش انا بس، انا اتفرجت على ريفيوهات كتيره برضو ده بيشكروا فيه. يعني بصراحه رهيب. اخر منتج، وطبعا انا مش هتكلم عنه كتير لانه باين انه
ممسوح، يعني ده ممكن نحط فيه اكل اطفال. دلوقتي العلبه دي نحط فيها اكل اطفال من كتر ما انه ممسوح ونظيف وجاهز للاستعمال. ده رهيب. ده اختي كانت بعتلي مجموعه بيجي معاها ليب بالم واعتقد 3 انواع كريم او حاجه، بس اللي اكتشفته انه اللي بالجليسرين اي حاجه فيها جليسرين، وده اللي خلاني ادور هنا على كريم ايد يبقى فيه جليسرين، لان انا كنت بستخدمه لايدي كان بيبقى فيه دايما تشققات هنا مع الشتاء الجامد، هنا الحته دي بتسمر عندي قوي وبتشقق يعني بيبقى منظر مرعب. ده خلص للاسف، فكان لازم الاقي اي ريبليسمنت هنا. اكتشفت ان هو الجليسرين، لانه زمان كان في واحد اشتريته من مش فاكره ايفون ولا اوريفليم لما كنت في مصر زمان قوي، يعني اكتر من 17 سنه مثلا. كان في كريم كان الواحد بيحطه على ايده يحس انه لابس جوانتي جليسرين من كتر ما انه عامل طبقه جليسرين. ده رهيب، ده رهيب يعني. ده انا اجيب نص شنطتي المنتج الرهيب ده، يعني فظيع. فمش عارفه مش فاكره ايه اللي طلعناه كويس من الفيديو اللي فات، بس احنا الفيديو كويس دوت. احنا هنعيد ده ده يعني اذا لقيناه متاح بسهوله، يعني مش ده من حين لاخر، يعني occasionally مش حاجه ضروريه. ده اكيد فور شور ان شاء الله. طبعا زيوت الزيوت بقى جوجوبا بقى، على زيت الالموند، على زيت الورد، على الزيوت. يعني انا ان شاء الله عمو اللي تحت العماره في مصر هزورك تاني ان شاء الله. ده رهيب، ده صديقنا الصدوق. ولما خلص اختي الحمد لله كان في حد جاي من مصر وبعتتهولي، فالف شكر. ده لو سهل من ماي واي هعيده، مش سهل اتس اوكي، مش مشكله. ده لو لسه اونلاين موجود هجيبه لبنتي ديت. معرفش اختي جابته، بس مش فاكره هي قالت لي جابته من المحلات من محلات ولا طلبته ولا ايه، مش عارفه والله. مش بس هو ده ستارسكي المخمريه بريحه غرام دي، يا سلام. ده بنتي عجبها. ده حنين، يعني ده مقشر كريم في نفس الوقت، يعني وانتوا في الشاور بعد ما تغسلوها تحسوا ان ايديكوا طالعه مترطبه اوريدي. وده سكراب افوردبل بالترمس، سو واي نوت. خلاص عرفنا تمام. كل ده اتس اوكي انه ما يتعدش. وشكرا، باي باي.